طيب يا جماعة، النهاردة وانا عندي في البيت اكتشفت ان النخلة دي ذكر. طب ايه يا عمي، عادية، طب ما تسيبها. لا، دي اخطر حاجة عندك، وانت كده مش هتستفاد بيها. فانا قررت النهاردة ان انا ابحث جارها واطلعها واقلعها وارميها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب، عشان تعرف ان لو عندك انت نخلة، انت برضو النخلة تضحك عليك، وفي الاخر تفضل تربي فيها 3 سنين، وفي الاخر تطلع ذكر ومش هتقدر تاخد منها اي محصول خالص. طب تعرفها ازاي هي ذكر ولا انثى عشان ترمي معاك ثمر وبلح عشان تاخد منها محصول بلح؟ طب تعرفها ازاي؟ انا طبعا هتشترك لي في القناة وهسيب لك، ما تنساش تشترك لي في القناة وتصلي على النبي، تلاقيني سايب لك اول رابط الفيديو. طبعا انا شارح ازاي انت تعرفها ذكر ولا انثى في فيديو تاني، وانا اسيب لك رابط الفيديو في اول تعليق. وما تنساش لو انت شفت التعليق ما تنساش تكتب لي تم في التعليق. وما تنساش برضو تصلي على النبي. وطبعا اوعى حد يكون عنده نخلة زي دي ويفضل يربي فيها فوق ال3 سنين ولا 4 سنين كمان. طب دي انا بربي فيها دي اللي بتاع فوق ال5 سنين، زي ما انتم شايفين قلمتها خالص، حشت الجريد اللي فيها خالص، وهبدأ اني اقلعها وارميها. طبعا دي اللي فوق ال3 سنين ما خدتش منها اي محصول خالص، واتضريت فيها وتعبتني والله بالشكل اللي انتم شايفينه. صلى على النبي، الله كريم عليكم. اوعى حاجة تعمل معاك كده وحاجة تغرك تفضل تربي فيها فوق ال3 سنين وفي الاخر ما تاخدش منها اي حاجة. عشان تشوف انت تعرفها ذكر ولا انثى هتلاقيني سايب لك الرابط الفيديو في اول تعليق. وصلى على النبي.